يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. النهاردة يوم مش عادي. النهاردة صحابي وحبايبي أصدقائي في الجيم أول مرة يشرفوني النهاردة، وقالوا لي يا لوم احنا عايزين ايه، ندوق ايه من وصفاتك الجميلة. قلت لهم بس كده من عينيا، ده انتوا تنوروا وتشرفوا. صحيت بدري وانا مش من عادتي ان انا اصحى بدري خالص، انا بصحى متأخر. نزلت السوق وجبت طلباتي، وقلت أول حاجة أغسل الفراخ وأنقعها في الخل والليمون والملح، وأبدأ أجهز التتبيلة. هنا أنا حطيت بصل في الكبة هفرمه، وهحط على البصل بقى إيه، فلفل وطماطم، عشان إيه أجهز تتبيلة الفراخ. أنا هنا خدت من البصل معلقتين 3 كده للرز، قلت أشيلهم على جنب عشان أبدأ بعمل الرز. هنا بقى أحط على البصل فلفل، انا حطيت فلفل سبايسي، لو عايزه تحطي فلفل رومي حطي براحتك. وهنحط طماطم. قلت على ما الفراخ تتنقع في الخل والملح والليمون اكون اجهز التتبيله بتاعتها. هنا حطيت معلقه من السبع بهارات، معلقه فلفل اسمر، معلقه ونص ملح، معلقه شطه، طبعا الشطه اختياري، طبعا اللي متابعني هيعرف ان احنا بنحب الشطه، ومعلقتين من الصويا صوص. وهنعصر الليمون، وهنحط خل برضو. هنا كان الخل خلص معايا، بعدت اشتري خل تاني. وهنفرم بقى الخلطة دي كده مع بعضيها. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، ويا ريت كلنا نعمل متابعة في صفحة الفيسبوك. صفحة الفيسبوك اسمها وصفات لومة برضو، وبنفس الصورة. يا ريت كده الكل يدعمنا عشان القناة تكبر بيكو، دعمكم هيفرق معايا. هنا انا بفتح في الفراخ، بعمل فتحات عشان خاطر التتبيلة تخش جواها. وهنعمل الخطوات دي كلها على نفس الكمية. هنمسك كل قطعة من الفراخ كده نقطعها، دي كده عشان التتبيلة تخش جوه وتديها طعم حلو. هو طبعا يستحسن ان احنا نبيت التتبيلة ديت من قبلها بليلة، بس انا برضو قعدتها 3 ساعات. قلت ابدأ بتتبيلة الفراخ، بحيث على ما اخلص ترويق الشقة والكلام ده كله وعمايل بقية الاكل تكون ايه، خدت ودت كده في التتبيلة، شربت من التتبيلة حلو. يا ريت نصلي على النبي في التعليقات، يا ريت تقولوا لي بتتابعوني منين. كده انا خلصت كمية الفراخ، وهشيلها بقى في التلاجة. انا قعدتها بالظبط 3 ساعات. هنا بقى هبدأ ايه، اعمل تتبيلة الكفتة. جبت كده بصلتين كبار على نص كيلو اللحمة المفرومة. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. وجبت برضو قرن فلفل كده سبايسي. جبت كده هنا كيس خلطة بهارات كفتة، معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح. هي بس كده، مش هتحتاج توابل تاني. هفرم البصل مع التوابل، وبعد كده هنحط اللحمة عليها نفرمها. ادي كده انا كنت فرمت اللحمة في قلبيها.
امسكها كده اعجنها في قلب بعضيها لحد ما كده اللحمة تطلع النسيج بتاعها. كده انا خلصت الاتنين المهمين اللي هما هياخدوا وقت في التتبيلة واشيلهم في التلاجة. وقلت اعمل الرز بردك واركنه بحيث اللي انا بقى اتبه بقى لتنظيف الشقة وترويقها على ما حبايبي يجوا. دول اصدقائي في الجيم، عايزة اقول لكم والله دول بالنسبة لي احسن من الاخوات كمان. متنسيش تحط اللايك. هنا بقى هنحط مرقة دجاج مع البصل. انا حطيت مع البصل هنا معلقتين سمنة بلدي ومعلقة زيت، وهنا معلقة كركم، ومكعب المرقة الدجاج انا حطيته. هنقلبها كده تحمر شوية، ما نخليهاش تحمر قوي. هي كده خلاص خدت اللون الحلو. هنزل بقى بالرز عليها. ده نص كيلو رز بسمتي. هنقلبها كده شوية نديها تشويحة. حط كده معلقتين ملح. انا سألتهم هتاكلوا ايه، ما ادونيش عقد نافي. طب اعمل لكم مشاوي؟ قالوا لي خلاص ماشي اعملي لنا مشاوي. هنا بقى انا نزلت بالميه السخنه. لما تسقي الرز ميه سخنه بتفرق في السوا، بتخليه طعمه حلو وما بيعجنش. كده بقى نغطيه. الرز البسمتي بيحتاج ميه زياده عن الرز البلدي. كده بقى كانت اتشربت، هوطي عليها. كده بقى هبدأ اصبع الكفته. كانت اتبلت. جبت شويه ميه وحطيت عليها معلقتين زيت ومعلقه كبيره من البابريكا ومعلقه ملح. دي بتدي لون حلو للكفته. جبت انا كده عصايه السوشي وبدأت اصبع عليها. لو عندك الخله اللي هي العصيان الشيش صبعها عليها عادي. سنة كده كده انا بشيلها من قلبيها. وجبت صينيه بايركس وهرصص فيها الكفته بتاعتي. انا بحب اعمل السبع تخين عشان لو كشت يبقى ليها وضعها برضو. يا ريت تدعوا لاختي يا جماعه، اختي تعبانه قوي، ادعوا ربنا يشفيها. هنا بقى همسك الخلطة دي اللي انا عاملاها، ادهن بيها الكفتة وادخلها هنا مولعة هنا الفرن، وادخلها احطها في الجراف اللي في النص. وهنا الرز كان استوى خلاص. جبت كوباية وحطيت فيها معلقتين مية، وهنزل باللون الغذائي لون احمر. خدت بس منه نقطة واحدة، اللون ده صحي، لون غذائي صحي. انا هنا عايزة الرز يبقى لون ولون، مش هنعمله كله لون واحد. هنا يعني بنحط يعني بنفرق ما بين يعني بنحط هنا نقطة هنا ونقطة هنا بحيث يبقى الأكترية في الأصفر. كده أنا جبت صينية وزعت على فيها الفراخ. الفراخ هنا عندي المنابات كبيرة، الفراخ كبيرة، فعشان خاطر لما هتتشوي في الفرن ممكن تاخد لون وما تستويش حلو، فهديها غلوتين على النار من فوق. حطها كده. انا هقفل عليها بالورق الفويل فوق، اخليها تاخد بس غلوتين. بعد كده هدخلها في الفرن. هنا انا بعمل سلطة الطحينة. جبت معلقتين طحينة وحطيت عليها معلقة زيت، معلقة من البابريكا،
كمون وملح، هنقلبها كويس، ننزل عليها بالمية السخنة كده ونقلبهم. نعصر الليمون، انا كنت بعت ابني يشتري لي خل عشان الخل كان خلص، انا حطيت لها بعد كده خل، حط لها معلقه صغيره. هنا انا كنت جبت الصاج بتاع الفرن، حطيت عليه ورق فويل. وهنا بقى انا كنت اديت للفراخ غلوتين كده على النار كده، حطيتها على في الشبكه بتاعت الشوايه. انا هنا مشغله الفرن. هنا بقى هنزل بالخليط دوت. الخليط ده هيقع فين؟ في الصاجه اللي تحت. ده بقى هيستوي على البخار بتاع التتبيله بتاعته. هدخلها الفرن. وهنا بقى هعمل طبق سلطة بلدي، بشرت جزر وفلفل سبايسي وشوية بقدونس. انا عندي ولادي ملهمش في السلطة الخضراء خالص، يعني انا عن نفسي انا بحب السلطة دهيت جنب المشاوي والسمك، غير كده انا برضك ما باكلهاش. عندهم استعداد ياكلوا الخيار لوحده والطماطم لوحدها، لكن ما ياكلوش طبق السلطة على بعضها كده. عشان كده انا ما كترتش، انا عملت الطبق ده بس لاصحابي. بجد كان اليوم جميل قوي وفرحت قوي بيهم وشرفوني. انا ما بحطش التوابل على على السلطه غير لما باجي اقدمها. ادي كده بص اهي، خرجوا من الفرن الكفته والفراخ. يجي بقى كده انا ولعت فحمايه وحطيتها في ورق الفويل، هنزل كده بمعلقه زيت عليها، ونفس الحكايه برضو في الفراخ اهي. هقفل بقى الفرن واسيبها بقى تاخد ريحه الفحم. عايزه اقول لكم انا كنت خلصت الاكل على كده. بعد كده لقيت عندي لحمه مفرومه في الفريزر، كنت معصجاها وشايلاها. قلت طب وعندي جلاش، قلت طب والله اللي اعمل لهم جلاش كمان. يعني ما كانش في الحسبان اللي انا هعمل جلاش. طلعتها وما لقيتهم اتاخروا عليا، قلت والله اللي اعمل لهم صينيه. هنا انا ما دهنتش رق ورق سمنه بلدي. انا حطيت كله الورق، رصصته. انا المقطع بتاع اللبن والبيض والسمنه اللي انا حطيتهم الخليط في قلب العلبه ديت ما تصورش. دي هنا انا كنت حاطه بيضايه مع كوبايه ونص كده من اللبن، وسيحت سمنه بلدي وحطيتها في قلبيها. دي اللحمه ديت كانت عندي في الفريزر متعصجه، وحطيت ملح وفلفل وقلبت الخلطه دي وركنتها. فانا هرصص كله على الوضع ده على الناشف. بعد كده هخرط الصينيه واقوم سقيها. هنا انا الزياده بعمل مره الزياده بتنيها من الجنب ده، والزياده التانية بتنيها من الجنب التاني، بحيث اللي هي تبقى سوا بعضيها، مش لازم اللي انا اقطع. واخر واحده تنيتها على تحت كده. هبدا بقى اقطع الصينيه. مفيش اسهل من عمايل الجلاش، ما بياخدش وقت خالص. انا شغلت الفرن، قلت على ما اظبط الصينيه يكون الفرن سخن، ما دام هما كده كده اتاخروا. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في التعليقات، واللايك والشير والاشتراك في القناه. هنا بقى اقلب كله. انا كنت اول مره هنا احط السمنه مع الخليط البيض واللبن،
كنت على طول باحط رق ورق، بس قُلت أجرّب الطريقة دهيّة وأشوفها، بس الصراحة تحفة وجميلة. عايزة أقول لكم عجبهم أوي الجلاش. أدي هنا كان إيه، خلاص الأكل، بصوا شكله عامل إزاي، غرفت الجلاش